بيبتدي الفيلم بواحد مرمي على الارض في وسط الغابة، وجسمه كان كله دم وفي اطراف من جسمه كانت متاكلة من حيوان مفترس. بس قبل ما نكمل ايه اللي حصل، ياريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. بينتقل بينا المشهد لواحد اسمه كيل، كان راكب على الموتوسيكل وكان رايح لكوخ في وسط الغابة. الكوخ ده كان بتاع صديقة طفولته، وهو رايح لها لانها طلبت منه خدمة لمدة يوم او 3 بالكتير. ولما بيوصل كيل بترحب بيه صاحبته صوفي، وبنشوف علاقتهم اللي كانت صداقة قوية جدا، وبيكونوا فرحانين ان هم شافوا بعض لان بقالهم فترة كبيرة ما يعرفوش حاجة عن بعض. وبتسأله صوفي عن البنت اللي كان مرتبط بيها، فبيعرفها انها تعبانة وما قدرتش ان هي تيجي معاه. فجأة بيجي واحد من جوه البيت اسمه نولان، وبتعرفه صوفي ان ده حبيبها وانها جايباه هنا مخصوص علشان يعلمه طريقة الصيد. بيسلم نولان عليه وبيعرفه انه صحفي وان الفترة دي بيكتب عن الصيد وعامل كذا مقال عن العيش في البرية. وبيسلم كيل عليه وبيرحب بيه، لكننا بنشوف نظرات كيل اللي كانت كلها حقد عليه لما عرف انه حبيب صوفي. وبيطلع كيل ونوران بره علشان يعملوا تدريبات الصيد ويعرفوا ازاي هيقدر يصطاد. بيقول كيل ان صوفي امهر منه في موضوع الصيد، واشمعنى هي اللي معلمتوش. بيعرفوا نولان ان صوفي ما عادتش بتقتل حيوانات بدون سبب. بيبدا كيل يعلم نولان ازاي يمسك السهم وازاي يصطاد، وبيبدا نولان يضرب بالسهم، ولكن للاسف كل اهدافه بتبقى غلط. بيلاقي كيل صوفي واقفه فبينادي عليها تضرب على الهدف علشان تديله حافز انه يتعلم اسرع. وبتيجي صوفي وبتضرب على الهدف، وبنشوف ان السهم جه في نفس المكان اللي صوبت عليه بالظبط. وفعلا نولان بيبدا ان هو يتحمس. بعد كده بياخدوا كيل على الاسلحه الناريه علشان يعلمه ازاي يصوب بيها على الازايز. وفعلا بدا نولان يتعلم بشكل صحيح وبسرعه. وبالليل بيجتمعوا كلهم في الكوخ، وبتطلب صوفي من نولان ان هو يقعد معاها شويه، فبيعرفها ان هو مش فاضي لانه بيكتب المقال بتاعه. فكانت صوفي ساعتها زهقانه وراحت تلعب مع كيل كوتشينه، وهما بيلعبوا بيفضلوا يهزروا مع بعض وبيعملوا حركات مش بتعجب نولان خالص. بيتضايق نولان وبيدخل الاوضه وبيقفل الباب بقوه علشان يعرف صوفي ان هو اتضايق من اللي بتعمله. فدخلت صوفي بسرعه ورا نولان وسالته هو زعلان ليه، فبيعرفها ان هو زعلان من تصرفاتها مع كيل وان ازاي يهزروا بالطريقه دي قدامه. بتتضايق صوفي من كلامه وبتعرفه ان ده صاحبها من الطفوله وانهم كمان متربيين مع بعض. لكن بيفضل نولان متضايق من الكلام وبيحرجها بكلامه انها مش بتفكر غير في نفسها، وكل الكلام اللي بيتقال كان سمعه كيل من بره. في الاخر بتتضايق صوفي من كلام نولان وبتخرج من عنده. وبعد شويه بتقعد صوفي وكيل مع بعض يحضروا العشاء. وقتها بتقول صوفي لكيل انها زعلت جدا لما حبيبته مرضتش تيجي معاه وانهم كانوا هيتسلوا جدا. لكن كيل بيعرفها ان هو وحبيبته سابوا بعض من زمان وانه حاليا وحيد. ولما سمعت صوفي الكلام ده زعلت عليه جدا. بعد كده بيقعدوا كلهم علشان يتعشوا مع بعض وبيتكلموا في مواضيع تخص الصيد. بتعرف صوفي نولان ان جدها هو اللي علم ابوها الصيد، وبعد ما جدها مات ابوها هو اللي علمها الصيد، وانها حاجه متوارثه عندهم في العيله من جد الجد. بيسال نولان كيل هو بيعمل ايه في حياته ولا هو شغال ايه. فبدا كيل يتكلم وبيعرفه ان هو شغال اكتر من شغلانه. بيصطاد يومين في الاسبوع وبيعدي كل يوم على الكوخ بيشوف لو الدنيا تمام او في اي حاجه حصلت. وبيقول له ان دي هي حياته مفيش منها اي فايده. وبيبدا كيل هو اللي يسال وبيساله ازاي عرف صوفي. وبيعرفه نولان انه بيحب صوفي جدا لدرجه انه ناوي يتجوزها. لكن بيوقفوا كيل هنا وبيقول له هو ازاي هيتجوزها وهم حتى ما اتخطبوش. فبيصدموا نولان وبيعرفوا ان هم فعلا مخطوبين وجوازهم خلاص هيتم بعد كام شهر. وبنشوف نظرات كيل اللي بتكون كلها زعل على صوفي لانه شكله كده بيحبها وهي ما كانتش بتبادله نفس الشعور. وسكت كيل كده وهو بيقول لهم مبروك وهو بيبتسم ابتسامه مزيفه علشان ما يبينش الزعل. وقام كيل من على الاكل وسابهم. وبعد شويه بتبدا صوفي تغسل الاطباق هي وكيل، وبيسالها كيل لو نولان جاب لها خاتم الخطوبه لانه مش شايف في ايدها اي خواتم. بس بتقول له صوفي انه جاب لها بس هي اللي خلعاه ومش عاوزة تلبسه الكام يوم دول. وبيبدأ كيل يفكرها بذكرياتهم زمان وانه كمان فاكر اليوم اللي قال لها يجيب لها فيه خاتم الخطوبة. لكن صوفي بتقوله انهم كانوا صغيرين وبيهزروا مع بعض. وبنشوف نظرات الحزن واليأس على وش كيل لان خلاص البنت اللي كان بيحبها بتضيع قدام عينيه وهو مش عارف يعمل اي حاجة. وبعد ما بيخلصوا كلامهم بيقعد كيل ونولان مع بعض وبيسهروا وبتروح صوفي تنام. ولما الاتنين بيتقلوا في الشرب بيسكروا وبيخشوا يناموا. ولما بيخش نولان الأوضة بيعتذر لصوفي على اللي عمله معاها وكمان الطريقة الوحشة اللي كان بيكلمها بيها، وبتسامح صوفي وبيناموا الاتنين. وفي اليوم التاني نولان وكيل بيجهزوا علشان يروحوا رحلة الصيد وبياخدوا معاهم بنادق وقسو. وقبل ما بيمشوا بتفتح صوفي علبة الرصاص وبتاخد رصاصة وتحطها في صدر كيل وبتقوله
بتفكره ان جدها كان بيعمل كده لوالدها، وان دي حاجة لزوم الامان علشان لو حيوان مفترس طلع عليهم وما كانش معاهم طلق. بعدها صوفي سلمت على الاتنين وودعتهم، والاتنين اتحركوا بالموتوسيكل داخل الغابة. بيقعدوا في مكان مفهوش صوت علشان يستنوا اي حيوان يصطادوه، ولقوا غزالة ظهرت قدامهم وطلب كلمة نولان ان هو يصطادها بالبندقية. وبيمسك نولان البندقية وبيبدأ يصوب على الغزالة، لكن بيفضل باصص عليها وبيقول لكيل انه مش هيقدر يعمل كده. فبيمسك كيل بسرعة السهم بتاعه وبينشن على الغزالة وبيقدر يخلص عليها. وفجأة بيظهر غزالة تانية، فبيمسك كيل البندقية وبيضربها طلقة، ولكن الطلقة ما خلصتش على الغزالة بس اصابتها، والغزالة بتجري بسرعة. فبيجروا هما الاتنين ورا آثار الدم لحد ما بيلاقوا آثار الدم اختفت، وبيقرروا ان هما يرجعوا للغزالة الميتة علشان ياخدوها. ولما رجعوا كانت هنا الصدمة لما بيلاقوا الذئب واقف عند جثة الغزالة وبياكل فيها، وبيبص عليهم هما الاتنين. وفجأة بينط على نولان اللي كان باين عليه الخوف، وبيبدأ يقطع في جسم نولان وبيفضل يصرخ من الألم، وبيطلب من كيل يبعده عنه. وبيحاول كيل يضرب بالبندقية، لكن الذئب سريع وبيجري في كل مكان ومش بيقدر كيل يصيبه. وفجأة كل الذئاب اللي في الغابة بتتلم حواليهم، والتوتر بيزيد في دماغ كيل ومش بيركز، وبدأ يستجمع كل قوته. وبنشوف الذئب اللي بدأ ياكل في جسم نولان بيضربه بطلقة وبتخليه ينزل دم. ولما باقي الذئاب بيشوفوا كده بيطلعوا يجروا بسرعة، ونولان بيقول لكيل يساعده بسرعة، لكن كيل بدل ما يساعده بيرفع سلاحه عليه وبيهدده انه لو مسكتش هيخلص عليه. وبنعرف نية كيل انه يسيب نولان هنا ويموت، لان دي فرصته الوحيدة اللي هيقدر فيها يقرب من صوفي تاني. وفعلا بسبب الحقد بتاع كيل بيسيب نولان وبيرجع من تاني للكوخ، وبيمثل على صوفي انه مقدرش يساعد نولان، وان في قطيع كامل من الذئاب طلعوا عليهم وهو ما قدرش يقتلهم كلهم. فبتتعصب صوفي جدا عليه بسبب ان كيل ساب نولان ورجع، وبتاخد الاسلحه وبتقول له يجي يعرفها مكان نولان علشان ينقذوه، وبيدخلوا الغابه من تاني. وفي الوقت ده بنشوف نولان وهو بيتحرك في الغابه وقام علشان ينقذ نفسه بنفسه. وبعد شويه بتوصل صوفي وكيل للمكان اللي كان فيه نولان، لكن للاسف مش بيلاقوه. وبتركز صوفي على كيل وبتلاقي معاه البندقيه والاسهم وكل حاجه، وما سابش سلاح واحد بس مع نولان. تتعصب عليه وبتقول له ازاي يسيبه كده بدون سلاح علشان حتى يقدر يدافع بيه عن نفسه. بيكشف كيل ساعتها عن نواياه وبيقول لها انه ما يستحقش يكون ليها. وهنا بتفهم صوفي ان كان قصده يسيب نولان في المكان ده ويموت، وبتفهم كل حاجه. فبتضربه صوفي بالقلم، وبتمشي بالموتوسيكل بتاعها وبتفتش عن نولان في كل مكان. بتمشي بالموتوسيكل بسرعه عاليه جدا، وفجاه بتلاقي نولان مرمي على الارض، وعلشان ما تخبطش فيه بتلف الموتوسيكل وبتخبط في شجره وبتقع مغمى عليها. وعند كيل بنكتشف ان قطيع الذئاب كله رجع له من تاني، وما قدرش كيل عليهم كلهم لوحده، وبالتالي كلهم اتلموا عليه واكلوه مع بعض. صوفي ساعتها بتصحى من الغيبوبة وبتسمع اصوات جاية عليها، وبتطلع انها اصوات الذئاب. ولما بيتلموا عليها بينط ذئب عليها علشان ياكلها، لكن بتضربه صوفي وبتقع من منطقة عالية جدا فبتتألم. وكمان بتلاقي ايدها اتكسرت، وما كانتش صوفي عارفة تحرك ايدها، وكانت بتتألم بشكل مش طبيعي. لكن صوفي بتقرر انها ما تستسلمش للذئاب، وبتطلع من الحتة اللي كانت وقعت فيها، وبتلاقي ذئب واحد مستنيها. بتعدي الكف ايدها وبتقرر تواجه الذئب. بيجري الذئب عليها وبتحاول صوفي تصيبه بالسهم، لكن للأسف ولا سهم أصاب الذئب، وبيبدأ إن هو ياكل في صوفي. بتمسك صوفي السكينة اللي في جنبها وبتفضل تضرب في الذئب لحد ما بيجري. فبتقوم صوفي بسرعة وبتجري عند نولان وبتاخده علشان يمشوا. وهم في طريقهم في الغابة بتلاقي جثة كيل قدامها، وكانت شكل الجثة مرعب جدا، كانت مشوهة بسبب الذئاب. بتحزن صوفي جدا عليه لأن مهما حصل كان صاحبها برضه. بتقول صوفي لنولان إن هم هيرجعوا ياخدوا الجثة بس يتعافوا الأول. بتاخد صوفي نولان على الموتوسيكل وبتحركوا من الغابة. وبكده يكون خلص فيلمنا. يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. انا باسل عمر، سلام.